خبير في المجال التجاري، وأيضا عضو في اتحاد صالونات مصر الثقافية والأدبية، وشاعر أظنه يعني مجتهدا إن شاء الله، يعني أنا استمتع به. التسبيح بالجسد ده ديوان شعر بالفصحى، وأنا هتكلم معاه بقى طبعا في بيحلو لي أحيانا إن أنا أقوم بدور الناقد، بس طبعا شاعرنا الجميل إن شاء الله نتكلم معاه ونترك مساحة النقد للنقاد. كمان في سفر التوسل، طبعا يمكن ده إن شاء الله هيكون قريب جدا مع الجمهور، نحتفل مع الشاعر بالغلاف، يكون الكتاب في أيدي الجمهور وأشياء أخرى. محمود حسن، صباح الخير، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة. يعني هو في شعراء كتير انت عارف زمايلنا يكتب الشعر وينصرف، او يلقيه وينصرف ايضا. يعني اقصد اقول انه بيعيش حالته الشاعرة ويشوف ردود الافعال وبعدين يرجع البيت، وكتير منهم كده. انت مختلف سن. نعم. ايه بقى يعني ايه الاهتمامات ده انت شغال شغلانه صعبه يعتبر، بتاخد وقت كتير. صحيح صحيح. يعني بنحاول ان نخرج من ضغط العمل، وكلما اتيحت لنا فرصة الكتابة غير اوقات العمل نفعل. وحضرتك شاعر واديب وتعرف كتابة لا بد لها من عوامل، اولها ان تكتب وأنت على غير ضغط من العمل، فنحن نحاول، ولهذا نحن مقلون في الكتابة بعض الشيء. أما حضرتك فتحت موضوع في منتهى الروعة، هذا الشاعر الذي يلقي شعره أو إبداعه ثم ينصرف، ربما أنا وأنت وكثيرون عن ذلك. لذلك نحن أسسنا اتحاد صالونات مصر الذي يجمع هؤلاء الأدباء والمبدعين والنقاد والموسيقيين. أنا قلت عضو في البداية، لكن نعم. أنت من المؤسسين. ما هو نعم، عضو ومؤسس. أنا مؤسس للاتحاد ومعي 28 صالون، وكان آخر فعالية عملناها كان صالون كيلوباترا اللي أسسته السيدة فاتن فايد، كان على صفحة النيل، وكان في مشاركة في صالونات كثيرة كضيوف، وكان يوما رائعا حتى لا يلقي المبدع إبداعه ثم ينصرف. الناس ظلت معنا حتى 12 مساء. جميل. برضو ده بيخليني يعني أتحدث معك عن هذا الشاعر. نعم. هو بصراحة العوامل النفسية كثيرة ومتعددة. نعم. يقول لك طيب يعني انتوا طالبين مني شعر وانا اكتبه وعايز اقوله وقلته وشفت التصفيق او السكسي ووقفت على مستواي الشخصي ورجعت. انتوا طالبين مني ايه تاني؟ يعني في شعراء كتير زمايلنا يقول هو ده دوري، والله الواقع الاجتماعي مشوه شوية وانا مش عارف اتعامل، انا بالكلمة فقط. كمان الواقع السياسي والأحداث مضطربة ولم تستقر بعد. كمان نوادي الأدب وأصول الثقافة والنوافذ المشروعة يعني أو القانونية بعافية حبتين، فبرجع البيت. موافق على الكلام ده برضو؟ والله هو احنا لو رجعنا في البدء كان الكلمة، نتفهم أن الكلمة مؤثرة، والكلمة أدت إلى ثورات. يعني لوركا وحين يعني وهو يعدم قال كلمات خالدة خلدها التاريخ وقامت بعدها ثورات. أبو القاسم الشابي. أي نعم، الأديب أو الشاعر عليه أن يكتب أولا ليعبر عن ذاته وليريح نفسه، فالكاتب يستريح حينما يفرغ آلامه وأفراحه على الورق، ويكون أكثر راحة وأكثر سعادة حينما يشارك الناس، وحينما يصفق له الناس، أو حينما يتجاوب معه الناس أن كلماتك هذه أوجدت داخلنا حالة، أو تفاعلنا معها، أو تحدثت عن همنا ذاتيا ونفسيا. لكن أيضا الكاتب
الشاعر الكاتب بكل ما تحوي الكلمة عليه أدوار اجتماعية وسياسية وثقافية. دور المؤسسات الثقافية للأسف الشديد احنا يعني قلت هنا في هذا المكان أن الصالونات الأدبية التي تقوم على كاهل الأدباء والمبدعين وبتكلفة خاصة بهم هم تعوض قصور الثقافة. قصر الثقافة لا تجد قصور القصور تعوض قصور الثقافة. وفعلا كما حضرتك تفضلت الثقافة في مصر بعافية، ونرجو لها أن تتعافى سريعا سريعا. نسمع الشعر ونكمل كلامنا إن شاء الله. ربما التسبيح بالجسد، قصيدة الديوان ما سمح الوقت. فيض من النهر أماء على الجبل، لا عاصم اليوم من في الجمل، لا زرقة البحر في عينيك تأخذني، ولا يداك هما أو رجفة القبل. هذا نبي بين أرسله سفر التوسل في الألواح والنزل. هذه نبوءة لا أكذبه، هزي إليك جزوع الوجد واكتملي. أقسمت ما عبرت أنثى بذاكرتي، وأنت وحدك حرف الله في الأجل. أو ربما نفاسة طرأت خطوط كفي على علم من الدجل. يا أنت يا امرأة لا شيء يشبهها، الله أودعك الأسماء في الأزل. أم أنك الغيب في لوح سيستره من يستمع، فشهاب إسر متصل. إني اتكأت على ركني ومسبحتي، فلتغسلي غرتي من طهر مغتسلي. أنا بلا خطأ في الحب يخجلني، وما عبست كما العشاق بالحيل. بكر أنا رئتي قلبي وقافيتي، إني ادخرت أنا حوشت في أجلي. حتى إذا ظهرت رؤياك في خلدي، تفجر الماء مكيا من الجبل. ذاتي وذاتك ضوء قلب سنبلة تنمو بيابسة من دمع مبتهل. لو ضاق صدرك يا رؤياي من غضبي، طوفي بقافيتي سبعا على مهلي. إني تجاوزت كالأطفال في نزقي، عفوا فلا تغضبي من طفلك الرجل. الله عليك. كنا بنتكلم قبل الهوا وقلت ان الشاعر طبعا هو اكيد يتمتع بنسبة من الذكاء ما تمكنه من التعبير عن ما بداخله، وبيستغل هذا الذكاء في إظهار الجانب اللغوي، الاستفادة من التراث الأدبي، كمان الموروث الديني، يعني إنجاز التعبير، لأنه الدين حي يعني يرزق. لكن مثلا الشعر الصوفي، كل دي ملامح بالإضافة للعاطفة الجياشة العفيفة اللي موجودة في الأبيات وأشياء أخرى. هنتكلم عن الأشياء الأخرى الجانب الوطني السياسي، لكن نربط ما بين هذه الأشياء. ده فعلا اهتمامات محمود حسن؟ نعم، هو ربما أنا بس اخترت بعض، القصيدة طويلة جدا، أنا اخترت بعض أبيات منها، لكن أعجبني كثيرا قولك أن الشاعر لا بد أن يكون ذكيا. لا بد أن يكون الكاتب ذكيا، ولا بد لكي يكتب شعرا إلى هذا العالم أن يقرأ العالم كله. الشاعر يقرأ في الاقتصاد وفي السياسة وفي الدين وفي الأدب وفي الطب وفي كل شيء، ثم يفرغ ما تأثر به، مضيفا إليه ذكاء وفطرته وروحه هو، ليخرج هذا المنتج الذي نرجو أن يكون فاعلا في هذا المجتمع. طبعا بالإضافة إلى الرسائل المحملة، يعني نعم. كنت أنا دايما أقول أنه لكل شاعر هم. نعم.
هم ذاتي شخصي وهم عام يعني. نعم. محمود حسن يتنقل ما بين الهمين يعني. طبعا من الهم الذاتي إلى الهم العام، وهذه رسالة المبدع. وأعلاها مرتبة الهم العام، الهم الإنساني العام. يأخذنا إلى يعني هذا الكلام يأخذنا إلى يعني متى يقرر محمود حسن أن يكتب في الوطن وإليه ويهتم بتغيير المفروض أملا في توصيل الرسالة المختلفة عن المرأة، ولا الحكاية داخلة في بعضها يعني؟ حينما يقول محمود حسن مثلا ابن الخليفة ضاربا عنق الخليفة، متسورا دار الإمام وتحت سمع معاوية، هي دورة التاريخ تبدأ ثانية، الفتنة الكبرى ودم المسلمين ومصحف والإصبع المغدور، كي تبقى دماء الثائرين بلا ولي أو دية. فتبصري يا أمة الثوار إن الثورة العمياء تنجب طاغية. وحينما يقول أيضا باختصار شديد هو عبد الناصر من علمنا كيف تكون الثورة والثوار، هو من أوقف نهر النيل بحضن الأرض لكي يتلقى قبل الشعب وإكليل الغار. يا نهر الله ويا جد الأنهار، أنت وعبد الناصر هذا المزج الرائع ما بين الماء وبين الطين وبين النار. الله عليك. لعلك فهمت ما لا دفعني. استنى خلاص بقى. طبعا انت رددت علي بشعر وقد وصل، لكن انت ذكرت نهر النيل. نعم. وصالونك على صفحة النيل. صفحة النيل. نعم. على صفحة النيل. نعم. ومحمود حسن إسماعيل انت واخد جزئين من اسمه يعني. نعم. هؤلاء الشعراء يعني كيف مررت عليهم يعني؟ حافظ، الشوقي، محمود حسن، ثم من تلاهم يعني وصولا أو مرورا بالستينيين يعني. يقول البعض مش عايز أعدد أسماء لأن هم كتير في الحقيقة. يعني كيف تقرأهم وكيف تستفيد؟ والله أنا من قبل شوقي ومن أيام الشعر الجاهلي، حينما أتذكر لقد ذكرتك والرماح نواهر مني وبيض الهند تقطر من دمي، مرورا بالأعشى إلى البحتري إلى أبو تمام إلى شعراء الدولة العباسية والأموية والفاطمية، إلى نهضة الشعر على يد محمود سامي البارودي، ثم القفزة الكبيرة الرائعة لأمير الشعراء أمير الشعر العربي على مر العصور أحمد شوقي. ويكفيه أنه أدخل المسرح الشعري إلى الشعر العربي، ثم إلى حافظ إبراهيم شاعر النيل. وما أروع حافظ إبراهيم حينما تحدث إلى شوقي قائلا أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي، إلى صلاح عبد الصبور، إلى عبد المعطي حجازي، إلى أمل دنقل، إلى كل الشعراء. هذه هي ذاكرة المبدع، هذه هي ذاكرة المبدع. لا بد أن تمر على كل هؤلاء، ولا بد أن تقطف من ظهورهم بينك وبين نفسك. هؤلاء كبار، هؤلاء علامات كبيرة جدا في تاريخ الحضارة الإنسانية، لا أقول الحضارة العربية ولكن الحضارة الإنسانية. طيب هنستمع إلى نص في دقيقة وي كده ونختم بكلام عن شباب المبدعين وكيف ترى كتابتهم وقد إيه بعدوا شوية. إذا كانت دقيقة نقول إن الكلام للمرأة، للأم، اللغة، إن الكلام جميعه متعسر، إن تمنحيه الطلقة نثبت مولده. فلقد رأيك في العبارة قائمة، ولقد لمحتك في القصيدة ساجدة، لغة تغالب قيصرا في ضعفها وتشق قلب الشعر، تفتح موصده يرقى لينجب في السماء بناته، وتقيم كعبتها فيعرف مسجده. نسعى لقافية تؤم رجالها، لا تعجبوا إن القصيدة سيدة. الله جميل.
طيب يعني جيل الشباب من الشعراء، ويعني وأنت قريب منهم برضو، البعض منهم شكل الكتابة تغير، لا شك. تطور. يعني وأنت محسوب على جيل الشباب أيضا، يعني هناك من الشباب من هم يعني مميزون جدا، ويكتبون ويأخذون يحصلون على جوائز عربية، لكن يعني في المقابل في منحى في الكتابة إلى الرغبة في التجديد لأجل التجديد، الرغبة في كسر المألوف، أو الاتيان بالغريب، أو الاتكاء على الترجمات، إلى أن نصل إلى شكل لا هو بالنثر ولا هو يعني نتذكر الكلام. فيعني إيه رأيك في جيل الشباب؟ هذا مدخل رائع، وربما يحتاج وقت كبير، وأحرج أن السبب في ذلك هو النظريات النقدية المغلفة والمعلبة إلينا من الخارج. وأنا أدعو الشباب إلى التكتل والتجمع، وأهلا بهم في اتحاد صالونات مصر، لنغير هذه الفكرة ولنعود بالشعر العربي إلى العربية، وبالنقد العربي إلى أصول وقواعد النقد العربي. أنا بشكرك جدا. بشكرك لأنه استعجلونا. الشاعر محمود حسن، على أمل اللقاء إن شاء الله في